توجيهات رئاسية رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا للتنسيق والمساعدات. مصر أرسلت 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات القائد عبد الفتاح السيسي. والهلال الأحمر في بنغازي بيأكد أن الأزمة كبيرة ومصر تقف معنا وتنسق مع الهلال الأحمر. مصر وليبيا شعب واحد، مصير واحد، الكل على قلب رجل واحد عشان تمر هذه الأزمة على خير وبأقل الخسائر. احنا عارفين ان حتى هذه الساعة تعدى الرقم إلى أكثر من 5000 شهيد نحتسبهم شهداء عند الله. بنعزي الشعب الليبي البطل وبنعزي أنفسنا شعب مصر العظيم، لأن دايما مصيرنا واحد، ودايما بتختلط دماء الشعب الليبي والشعب المصري للدفاع عن الوطن، للدفاع عن الأراضي العربية الليبية المصرية من غزو أو من إعصار أو من عاصفة. شفنا توجه القيادة السياسية السريع، وشفنا قواتنا المسلحة المصرية العظيمة في تنسيقها مع القوات المسلحة العربية الليبية للحفاظ على مقدرات شعب ليبيا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في درنا شرق ليبيا. شعب ليبيا البطل الطيب، شعب مصر العظيم معاك قلبا وقالبا، سند وظهر. احنا دايما سند وظهر لبعض، ما تخافوش، كلنا واحد، مصير واحد، كلنا على قلب رجل واحد. شعب ليبيا البطل، انتم قدها، انتم قدها. وان طالت المسافات احنا مسافتنا واحدة، وزي ما قال قائدنا مسافة السكة هتلاقونا سند وظهر. الشعب المصري العظيم مع شعب ليبيا البطل ايد واحدة عشان نعدي المحنة. وانتوا ياما مر عليكم من محن، لكن انتم قدها. وعلى فكرة هتلاقونا في التميمي، هتلاقونا في ام الرزم، هتلاقونا في بنغازي، هتلاقونا في طبرق، هتلاقونا في مساعد، هتلاقونا في كل مكان، هتلاقونا في ظهركم عشان نعدي المحنة ديت وصولا الى درنا، وبإذن الله هتعدي. شفنا ردود فعل الشعب الليبي البطل مع قدوم الجيش المصري العظيم للمساندة والمساعدة لخوتهم الليبيين. عنوان قائدنا الشريف في زمن عز فيه الشرف، عنوان فرضه من 10 سنين وقال مسافة السكة. هي دي مسافة السكة بين خوتنا الليبيين وبين الشعب المصري العظيم. هي دي مسافة السكة بيننا وبين كل خوتنا العرب. القائد وجه بتجهيز حاملة الطائرات المسترال كمستشفى ميداني للأشقاء بليبيا. القائد السيسي وجه العناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد لتخفيف آثار الكارثة. نساهم في توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين. قائدنا شريف في زمن عز فيه الشرف. حفظ الله البلاد والعباد، حفظ الله مصر، حفظ الله ليبيا.